3 أطفال سنهم ما يتعدوش 15 سنة كانوا قاعدين وبيتفرجوا على فيلم إباحة على موبايلهم، فراحوا استدرجوها بكيس شيبسي وخدوها على أرض زراعية، واحد ورا التاني، وقعدوا يغتصبوها. فمسكوها وغرقوها جوه حوض مية في الأرض الزراعية اللي هم اغتصبوها فيها. جريمة العياط لما البراءة تقع في فخ الشيطان. في جرائم بتحصل وبتعدي، لكن في جرائم بتحصل بتفضل محفورة في القلب والعقل، مش بس عشان بشاعتها لكن عشان بتحصل من ناس كده فاكرينهم أطفال زينا. النهاردة هحكي لكم عن أبشع القضايا اللي حصلت في مصر. جريمة حصلت في العياط، راحت ضحيتها طفلة من حضن أمها لأرض ما يعرفهاش غير الضلمة. استعدوا لأن اللي هتسمعه دلوقتي صعب إن هو يتصدق. الطفلة اللي انتوا شايفينها دي كانت عايشة في العياط، كان كل همها إن هي تضحك وتلعب وتشتري شوية حلاوة وكيس شيبسي. وفي يوم 3 أطفال سنهم ما يتعدوش 15 سنة كانوا قاعدين وبيتفرجوا على فيلم إباحة على موبايلهم، وللأسف قرروا يطبقوا اللي هم كانوا بيشوفوه في الطفلة اللي انتوا شايفينها دي. فراحوا استدرجوها بكيس شيبسي وخدوها على أرض زراعية. وفجأة ال3 كانوا متفقين على كل حاجة، كانوا مقررين يطبقوا اللي هم كانوا بيشوفوه. ربطوها وكمموها وشلوا صوتها وشلوا حركتها، واحد ورا التاني، وقعدوا يغتصبوها علشان بعدها جسدها الصغير ما يقدرش يتحمل، فوقعت وعيونها اتقفلت والبراءة سابت وشها. بس هنا الكارثة لسه ما خلصتش، لأن بعد ما حصل لها كده قالوا لبعض إنها لو فاقت وقامت أكيد هتفضحهم وهتعرف الناس كلها، فقرروا إن هم يقتلوها. فمسكوها وغرقوها جوه حوض مية في الأرض الزراعية اللي هم اغتصبوها فيها، وبعدها قرروا إن هم يلبسوها اللبس بتاعها. وهنا الشيطان بدأ يحضر، بس في صورة الأطفال ال3، لأنهم بعد ما غرقوها وموتوها ولبسوها هدومها قرروا إن هم ياخدوها ويرموها في الترعة علشان الجريمة تبان عادي، ويقولوا إن الطفلة كانت بتلعب وبعدها غرقت في الترعة. وبالفعل شالوها ورموها في الترعة لحد ما أبوها قعد يدور عليها في كل حتة وما كانش لاقيها، فقرر إن هو يروح القسم ويقدم بلاغ إن هي متغيبة، علشان بعدها المباحث تبتدي تعمل تحرياتها وأهالي البلد كلهم يقعدوا يدوروا مع الأب. عشان بعدها بأيام كانت الكارثة، أهالي البلد لقوا جثتها طلعت من المية نطقت وقالت الحقيقة اللي هم كانوا بيحاولوا يخفوها، علشان بعد ما يلاقوها تتعرض على الطب الشرعي. وهنا الطب الشرعي قال كلام ما كانش حد متوقعه، قال إن الطفلة ماتت مرتين. المرة الأولى إن هو حاصل عليها اعتداء جنسي بطريقة وحشية، وهنا ابتدت رجال المباحث تربط الخيوط وقعدوا يراجعوا الكاميرات في الشارع لحد ما شافوا الطفلة كانت ماشية ورا ال3 دول لحد ما اختفت، وقبضوا على واحد من ال3. طبعا الأول أنكر شوية، لكن قدام الأسئلة والضغط انهار واعترف بكل اللي انا حكيته في الاول وبكل التفاصيل اللي هم عملوها، وازاي استدرجوا الطفله البريئه لحد الاراضي الزراعيه، وازاي ال3 قعدوا يغتصبوها، وازاي كمان بعدها جت لهم الفكره ان هم يموتوها ويرموها في الترعه علشان يخفوا جريمتهم. وال3 دلوقتي اتعرضوا على النيابه والنيابه بتحقق معاهم. طبعا التفاصيل اللي انا حكيتها دي كلها ابشع من اي فيلم رعب انت كنت ممكن تتفرج عليه. جريمه العياط مش جريمه قتل واغتصاب بس، ده جرس انذار ولازم تسمعه، لاننا كمجتمع بقينا نسيب ولادنا يشوفوا اللي ما يصحش وبيسرحوا وسط اماكن خطر وسط افكار سامه. الطفله دي طبعا ماتت، بس الرساله لسه عايشه، لان البراءه مش دايما امان. لازم نحمي اولادنا ونراقب اللي حواليهم، وده عشان ما نشوفش الشيطان تاني لابس وش طفل. ولو الحلقه دي وجعت قلبك اعرف انك لسه بني ادم، شاركها، خلي غيرك يعرف قبل ما روح تانية تروح وقبل فوات الأوان. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، لأن اللي جاي أبشع وأصعب وأغرب. سلام.